وكم لآل سعود من يد عظمت على الحجيج وعند الله أجرهم، كم بدعة قد أزالوا بعدما فنيت في فعلها من بعدها ساسوا البلاد بما أوصى النبي به، فهم لكل ضريح شيد قد هدموا، وأنطقوا العدل بين الناس فاغتبطوا، وأمنوا سبل الحجاج مذ حكموا. وكان قبل على الحجاج ينقدم عصائب السلب والتقتيل تزدحم، وقائع يخجل التاريخ يذكرها وتستحي حفظها الأوراق والقلم. إن كان لا دين عند القوم يحجزهم أما تكفهم الأخلاق والذمم، فقام آل سعود قومة تركت تلك المخاوف ذكرى لفها العدم. فقل لطهران بل نجسان إن لهم يوما عقيما كيوم الفيل لو علموا، إذا أرادوا ببيت الله قرمطة فدونه الأسد بالتوحيد تحتزم، ودونه جند سلمان فحيث رمى بأمره انقضت الآساد تقتحم. الموت بالله دون البيت غايتهم، ومن يكن هكذا هيهات ينهزم. فدمت يا دولة التوحيد شامخة في ظل آل سعود يخفق العلم.